بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هعمل معاكم بقى شويه كبده اسكندراني بقى النهارده، انما ايه، حاجه كده تحفه. اول حاجه قطعنا الكبده شرايح زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين جبنا شويه خل، حوالي معلقتين من الخل، وحطيتهم عليها وقلبهم فيها كويس جدا عشان الكبده لو فيها اي حاجه هتنزل اللي فيها من معلقتين الخل دول. قلبيها كويس جدا جدا جدا، وبعدين بعد ما قبل ما نحط عليها التوابل هنصفيها. معانا هنا ملح، كمون، شطه، فلفل اسود، توم، وليمونه متقشره. تمام، ملح، كمون، شطه، فلفل اسود، توم، وليمونه متقشره. دي اهم حاجه، الليمونه والكمون مع التوم اهم حاجه يا جماعه. ممكن الفلفل الاسود نقول لا، لكن الكمون والملح والكمون والثوم مفيش غنى عنهم. تمام. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تستغني عنها هو الفلفل الأسود، بس عشان احنا بنحط فلفل حراق. تمام، وحسب الرغبة برضو، مش عايزة فلفل حراق قرون شطة مفيش مشكلة، بس الكبدة الاسكندراني لازم قرون فلفل حراق. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. هنضرب بقى كل المكونات اللي كانت التوابل والثوم ده والليمون مع بعض في الكبة كده. الكبة اللي انا مدوخاها معايا دي يعني تعبت جدا معايا يلا، على قد ما هي صغيرة بس قروبة وحلوة. وبعدين بعد ما هنتبلنا كده التتبيلة بتاعتنا كده، هنتبل بقى بيها بعد ما ضربناها في الكبة. ما شاء الله جميلة جدا. تتبيلة بقى مع الكبدة دي بتبقى في حتة تانية. الكبدة الاسكندراني دي بقى يا جماعة لازم الليمون ونقطتين الخل والثوم اهم حاجة. تمام. صفيت بقى انا الحاجه اللي نزلت منها لما حطيت الخل، بتحسي ان هي نزلت منها شويه دمويه. بتصفي كل ده وتقلبي كل ده كويس جدا، وبعدين حطيها في التلاجة شويه احسن. يعني للاحسن تحطيها يعني ساعه اكتر شويه مفيش مشكله، بس لو عملتيها في ساعتها مفيش اي مشكله وهتبقى خطيره برضه. هنقلبها كويس جدا بقى علشان نتاكد ان التوابل بتاعتنا دخلت فيها كلها وبقت مية مية. اللهم بارك. انا بقى بعد ساعة هنيجي بقى هنحط بقى الزيت على النار ونخلي الطاسة تسخن معانا، والزيت يكون سخن علشان يدي الصدمة. لازم كده وانتي بتعملي الكبدة لازم الصدمة، علشان وما تحطيش الكبدة مرة واحدة. احنا هنحط اهوت، ما تحطيش الكبدة مرة واحدة. هتحطي الكبدة اللهم بارك، تحطي ايه يعني بعد ما تتأكدي ان الطاسة سخنت، حطي وزعي كده بمعلقة او بسباتل او اي حاجة، وتحطي حاجة عشان لو في بواقي رواسب ولا حاجة في الطبق اللي انتي حاطه فيه الكبدة تكون ايه تكون فيه. يعني احنا بننشر الكبدة كده، بتنشريها من المكان اللي انتي حاطاه فيه. تاخد الصدمة معاكي بقى، وبعدين ما تقلبهاش الا اول ما تاخد الصدمة. يعني بصي بدأت تاخد لون من تحت، تاخد الصدمة معاكي وبعدين تقلبيها ومفيش اي مشكلة. ما بتاخدش معاكي وقت اكتر من ربع ساعة على النار. الكبدة الاسكندراني لازم تبقى ايه الشرايح كده رفيعة، ولازم الدقة بتاعتها دي، ولازم بزيت، ما ينفعش بسمنة. الكبدة الاسكندراني بالسمنة. الكبدة البلدي بنعملها بحتة سمنة بلدي وملح وفلفل وبس كده. لكن الكبدة الاسكندراني بقى بنعمل شوية تحابيش كده بتخليها طعمها خطير في حتة تانية. اللهم بارك. يا رب تكون عجبتنا. انا معايا نص كيلو من الكبدة، عليه المكونات بتاعته ما فيش اي حاجة، هي التوابل اللي احنا عملناها بس، اللي هو كمون، فلفل اسود، ملح، شطة، توم، ليمونة متقشرة. وضربنا كل دول في الكبة وتبلنا بيهم الكبدة حوالي ساعة، وبعدين ادينا لها صدمة في زيت يكون سخن على النار. وبعد ما ادينا لها الصدمة ديت وهتحسي ان هي خلاص بدأت ان هي تستوي وتنزل الصوص بتاعها، هنروح جايين بشوية فلفل حار كده حلوين بالبذور بتاعتهم بقى كده. البذور بتاعت الفلفل ما بتترميش في تشويحة الكبدة ولا في الحواوشي، بتدي طعم ونكهة حلوة جدا. وتقلبي قلبي 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 بقى، وعصري بقى ليمونة، وما شاء الله بألف هنا وشفا. حاجة كده ايه، تحفة 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 خطيرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. يا رب تكون عجبتكم طريقتي النهارده ويكون محتواها بيعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسينيش في لايك وشير. حطي ليمون بقى بس بعد ما تستوي حطي بقى عصوري ليمونة ليمونتين زي ما تحبي. كل ما بتحطي لها ليمون بتبقى طعمها تحفة.
بس بعد ما خلاص استوت وهنطفي عليها. تمام. هتاكليها بقى مع مكرونه. انا عملت بقى شويه مكرونه، شويه مكرونه مرمريه وشويه سباكيتي. في ناس كانت عايزه تاكل بقى سباكيتي وفي ناس كانت عايزه تاكل مرمريه. فانا ما بحبش ازعل البريد، اللي عايز حاجه بعمل هيرو. يا عالم احنا هنقدر نعمل تاني ولا ايه، ويا عالم هنبقى موجودين ولا ايه. لازم نبسط ولادنا على قد ما نقدر. خطيرة بجد والله، جميلة، أكلة بسيطة وسهلة ومفيهاش أي حاجة. وهي دي الكبدة الاسكندراني الصحيحة بجد، بألف هنا وشفا. أنا عارفة الطريقة دي من خالتي، كانت في اسكندرية دايما بتعملها لنا، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. فهي دايما بتعملها بالطريقة دي، فأنا بعملها زيها. بعيش بقى، انا بحبها بالعيش. هم هياكلوا بالمكرونه وانا بحبها بالعيش. خطيره خطيره، اللي هم بارد بالعيش تحفه تحفه تحفه، بحبها جدا. وعملت بالمكرونه معاكم برضو. خطيره يا جماعه، خطيره خطيره خطيره. يا رب يكون محتوى بيعجبكم، وصلوا على النبي وما تنسونيش في الكومنتات ولايك وشير حلو كده. لحد ما نيجي مع بعض تاني بإذن الله في فيديو تاني وحاجة تانية تكون كويسة من الافتكاسات البسيطة اللي انا بعملها. والحاجات البسيطة اللي انا بعملها بحاول على قد ما اقدر اوفر واعمل حاجة كويسة، وما بتعديش 100 جنيه. ما شاء الله. شايفين دول اسباجيتي بقى، شوية المكرونة اسباجيتي اللي حد تاني كان عايزه. ماشي. ربنا يخلينا ونعمل لولادنا ونفرحهم. وكل سنة وانتم طيبين، وهستناكم في فيديو جديد مع ياسمين. ويا رب يكون عاجبكم محتوى. وما تنسينيش بقى في لايك وشير. وكل سنة وانتم بألف صحة وسلامة، ومع السلامة.